مفيش شك ان الكرة والفن هما اكتر حاجتين بيسلونا. انت كمشجع اهلاوي بتكون متحمس جدا لمباراة الاهلي مع الزمالك، ودايما في المباريات دي لازم تطلع الجينات الاهلاوية المتعصبة. لو انت بقى معجب بمحمد رمضان فانت اكيد بتستنى مسلسله من السنة للسنة عشان تروح تقعد على القهوة زي بقية الناس، وتفرح لما تشوف ناصر بيضرب عصام النمر، وتلاقي معاهم رضوان وهو بيضرب فتحي وياسر، واخوهم التالت جعفر وهو بيعلم على شوقي وكارم. الكورة والفن مش مجرد حاجات بنفتح التلفزيون بس عشان نتسلى فيها. انت كمشاهد عادي بتكون عايز تشوف حاجة تحرك مشاعرك، وده بالظبط الموجود في الكورة والفن. فاكر لما فرحنا كلنا لما المنتخب فاز بكأس افريقيا 2006؟ وفي نفس الوقت برضه كلنا كنا زعلانين من ميدو لما اتخانق مع حسن شحاتة عشان غيره ونزل عمرو زكي. في الناحية التانية دايما بتحرك مشاعرنا ناحية البطل لما نشوف البطل ده بيموت، زي رفاعي دسوقي بالظبط، الشخصية الخيالية اللي لحد دلوقتي الناس لسه بتاخد عزاها في رمضان. وكمان نتضايق لما نشوف البطل في اخر الفيلم وهو بيتسجن زي صاحبنا عطوة. وانا بشوف الفيلم ده وانا صغير كنت زعلان قوي، دي اول مرة اشوف عادل امام بيتسجن في نهاية الفيلم، بس دي كانت نهاية واقعية ممكن نعديها. ليه بقى تموتوه في فيلم حتى لا يطير الدخان رغم انه ما ماتش في الرواية؟ الفن بيأثر على الكورة. هتقول لي ازاي يا عم؟ اقول لك، فاكر كرتون الكابتن تسوباسا؟ الكرتون اللي اتعرض عندنا في مصر باسم الكابتن ماجد. او الكرتون ده بقى شافه ميسي وزين الدين زيدان، ولو ما شافوهوش ما كناش هنشوف ميسي وزين الدين زيدان اللي احنا عارفينهم دلوقتي، لان الكرتون اثر في طفولتهم وكلهم اتأثروا بشخصية الكابتن ماجد وقرروا ان هم يكونوا لعيبة كرة قدم. ولان الكوره والفن وجهين لعمله واحده، المنتجين عندنا في مصر قرروا يغامروا بفلوسهم وينتجوا افلام عن الساحره المستديره. طب ايه المشكله يا عم؟ احنا عملنا فيلم النمر الاسود، الفيلم اللي بيتكلم عن رياضه الملاكمه، الرياضه اللي ملهاش اصلا اي جمهور في مصر. ومع ذلك الفيلم نجح، ولسه لحد دلوقتي بنتفرج على الفيلم في كل مرة بيتعرض فيها على التلفزيون. في سنة 1981 السينما المصرية بتتخذ الخطوة أخيرة وبتنتج أول فيلم مصري عن الكورة، فيلم 4-2-4. الفيلم بيحكي لنا عن منصور عبد الغفار اللي بيورث نادي عن أبوه، ولكن بسبب قلة خبرة منصور وجهله بالرياضة بيقرر يبيع النادي عشان تحصل بعدها مظاهرات من جماهير الفريق، فيضطر بعدها منصور انه يجمع فريق من الهواة عشان ينافس بيهم في الدوري. الفيلم حقق نجاح كبير قوي وقت عرضه، ويعتبر هو واحد من احسن الافلام الكوميدية في تاريخ السينما المصرية. اكيد يعني ده فيلم فيه يونس شلبي وسمير غانم ووحيد سيف ونجاح الموجي، يعني عزيزي المشاهد هنزغزغك ضحك. وفي سنة 1983 بيطرد فيلم الحريف للزعيم عادل إمام. وهنا خليني أقف شوية عند الحريف لأنه حكايته طويلة. عارفين دور فارس اللي كان هيعمله عادل إمام؟ الدور ده كان هيعمله أحمد زكي، ولكن محمد خان استبعد أحمد زكي من الدور عشان حلق شعره، عشان بعدها يروح الدور لعادل إمام ويقدم واحد من أعظم أدواره. الفيلم ده مش كوميدي قوي بعكس 4-2-4، بل هو سوداوي وكئيب شوية. قصة الفيلم بتحكي عن فارس الشاب المهمش اللي حياته متدمرة، وبتكون الكورة هي المتنفس الوحيد لفارس عشان يهرب بيه من الضغط اللي هو عايشه طول حياته. وده اللي بنشوفه في الماتشات اللي بيجيبها له رزق. يمكن الفيلم محققش النجاح التجاري اللي كان عادل إمام بيتمناه، لكنه حقق نجاح فني وجماهيري كبير لما اتعرض على شاشات التلفزيون. وأكيد لو اتكلمنا عن أفضل أفلام الزعيم لازم يكون الحريف منهم. في سنة 2001 بيتعرض فيلم العالمي ويقدم يوسف الشريف أول بطولة سينمائية في فيلم بيتكلم عن الكورة. قصة الفيلم بتحكي عن مالك اللاعب المصري اللي بيوصل للعالمية. أيوة، الفيلم كده تحس إنه بيحكي عن محمد صلاح بالظبط، لدرجة إن مالك كان لابس نفس رقم التيشيرت بتاع صلاح وجاب الجون اللي أهل مصر لكأس العالم، زي ما صلاح عمل بالظبط في ماتش مصر والكونغو. وفي سنة 2015 بيتعرض فيلم كابتن مصر لمحمد إمام. قصة الفيلم بتحكي عن لعيب كورة بيعمل حادثة لواحد من رجال الأمن عشان بعدها يتحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنين، وبيقرر بعدها إنه يجمع فريق كورة من أصحابه المساجين. الفيلم حقق نجاح كبير أوي وقتها وإيرادات كبيرة، ولكن على مستوى الكوميديا ما كانش أحسن حاجة. يعني لو قارناه ب4-2-4 ف4-2-4 أحسن بكتير، على الأقل الكوميديا بتاعته ما كانش فيها اصطناع أو استصراف. يا جماعة ده سمير غانم ارتجل دوره كله. وفي سنة 2023 بتقدم السينما المصرية فيلم المطاريد اللي هو الجزء التاني لفيلم 4-2-4. من الحاجات اللي عجبتني في الفيلم ظهور يونس شلبي بتقنية الديب فيك. أقدر أقولك إن الفيلم مش مايل للكوميديا قوي، هو فيلم لايت كوميدي خفيف وأنت بتتفرج عليه هتبتسم بس مش هتقع من الضحك. محمود الليثي ومصطفى غريب كانوا اكتر اتنين بيضحكوني في فرقة المطاريد، وعجبتني مشاهدهم. الفيلم كمان حقق نجاح كويس في شباك التذاكر. واخيرا في 2024 بنروح تاني للكورة بفيلم الحريفة. الفيلم لما نزل في السينما حقق ايرادات عالية وصلت لاكتر من 70 مليون جنيه، وزاد النجاح ده لما اتعرض على المنصات. اكتر حاجة ميزت الفيلم انه تجربة شبابية، كل ابطال الفيلم شباب. يعني انا لو سألتك ايه اخر مرة دخلت فيها السينما لنجوم شباب هتقولي لما اتعرض فيلم اوقات فراغ وكسر الدنيا، وقبليها اتعرض اكتر فيلم ناجح في تاريخ السينما المصرية، صعيدي في الجامعة الامريكية. اقدر اقولك ان الروح الحلوة اللي كانت في صعيدي هي نفس الروح اللي موجودة في الحريفة.
يعني انا ما كنتش اعرف حد من ممثلين فيلم غير نور النبوي. قصة الفيلم بتحكي عن ماجد اللي بيروح لمدرسة جديدة اسمها مدرسة الابطال، وهناك بيقابل شلة الحريفة وبيتفقوا ان هم يشتركوا في بطولة للكورة. مع ظهور مدرسة الابطال وجو المدارس الحكومية ده تحس كده انك بتتفرج على فيلم لا مؤاخذة. ايه ده يا جماعة، هي الافلام دخلت في بعض ولا ايه؟ لو اتكلمنا عن اداء الممثلين فاكتر واحد كان عاجبني في الشلة الممثل اللي عامل دور ششتاوي، اللي كان من احسن شخصيات الفيلم هو وكزبرة طبعا. ومع أول تجربة بطولة النور النبوي نقدر نقول إنه نجم شباك قادم. عجبني كمان الصراع اللي بين كابتن ماجد وبسام، حاجة كده بتفكرك بريحة الكابتن ماجد الكرتون القديم اللي احنا كنا بنتفرج عليه واحنا صغيرين. بس كده خلصت كلامي. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة، ويا ريت كمان تفعلوا زر الإشعارات عشان يوصلكم كل جديد، وكمان مستني رأيكم في التعليقات.